حدد ماتش الزمالك وسيراميكا في دور 16 في كاس مصر امتى بقى؟ يوم 17. المفروض اصلا ان الزمالك هيلعب كايزر تشيفز يوم 15 وهيرجع يلعب يوم 20 مع حرس الحدود. فانت كده في 5 ايام هتلعب 3 ماتشات في 3 بطولات مختلفة. فطبعا اصبر اصبر والله، عشان هتقولي اصل اوروبا وبتاع، ما اوروبا دي بتتنسي لما بيكون الاهلي ولا يلعب. اصبر. فطلع ناس قالوا لك لا ده ماتش كايزر تشيفز يوم 14. فدخلت اتاكدت لقيته فعلا ان هو اتحدد يوم 14. طيب بس انت تلعب سموحه في الدوري 12، فهي احنا بنشيل من هنا بنشد هنا. فهتقول لي طب ما ممكن نلعب سموحه 11. طب ما انت اللي حاطط المواعيد دي وانا اللي حاططها. انت هتعدل الجدول كله. طب انت ليه حشرت الماتش ده؟ ليه يعني؟ ليه عملت في نفسك كده؟ كرابطه ولا كاتحاد كوره ولا ايا كان الجهبذ اللي حط ما انت حاجه من الاتنين، يا اما فعلا قاصد تعمل كده متآمر ويبقى الناس عندها حق، يا اما انت غبي بقى يعني. ودي حاجه اوحش من انك تبقى متآمر على فكره، ان انت شايف ان ده عادي بعد يومين ماتش. طيب هتقول لي طب ما نحط الماتش بتاع سموحه يوم 11 واقعد بقى اعدل في الجدول، رحل بقى كل ماتش، رحل كل ماتش كانها دوره رمضانيه مش دوري. مش كانك هتبقى بتلعب يوم 8 مع زيسكو في زامبيا وافريقيا وسفر. فبين كل ماتش وماتش 3 ايام، وده المتفق عليه. بس لما يكون الاهلي او الزمالك او بيراميدز يلعبوا في افريقيا او المصري او في الكونفدراليه، ففي مسافات الطيران في افريقيا كبيره، فبتدي 4 ايام بتعتبر ان فيهم سفر. وده طبيعي وده متفق عليه وبيحصل للاهلي وللزمالك ولكل الانديه، بقول لك زي بيراميدز والمصري. فانت ماتش زيزكو ده مش هتقدر بقى تحدده، مش هتقدر ترحله. هو كمان هتخش بقى تكلم الكاف تقول له رحل لي ماتش زيزكو. فانت هتعمل ايه؟ يا اما انت هتضطر فعلا ترحل ماتش سموحه فتلعب، يبقى انت بينك وبين زيسكو وبين سموحه 3 ايام منهم يوم سفر، فانت ريحت يومين كده مش 3. فانت ليه عملت كده؟ لما دخلت بصيت على جدول الدوري، احنا في رمضان هنلعب اول ماتشين بينهم 3 ايام، وبعد كده خلاص مفيش كونفدراليه. هتبقى يعني في قرعه وبعد فتره هنلعب بقى دور الثمانيه ان شاء الله اللي هيصعد. فهيبقى في بين الماتشات اسبوع، يعني اخر 4 ماتشات في الدوري، في اللي هي الدور اللي احنا فيه ده قبل الصعود للسبعه اللي هيلعبوا فوق، في اسبوع بين كل ماتش وماتش. ما حصرتش ماتش سيراميكا ده ليه؟ هتقول لي كل فرق لعبت 16 الا انت. هو انا اللي اجلت؟ انا اللي طلبت؟ انت اللي اجلت. طب ماشي، انت انا اللي اجلت، مش انا اللي اجلت بسببي. حشرتوني ليه؟ ما تخليه في الاسابيع الفاضيه دي وتريح دماغك وتطلع نفسك من الشبهه اللي الناس هتدخلك فيها والخناق اللي ملهاش لازمه اللي دخلت نفسك فيها. ما كده حق الناس تقول لك انت ليه بتعمل كده؟ انت استنيتنا فوق بقى واستنيت الاهلي يقع عشان تعمل كده. هو انا اصلا فقت؟ هو انت شايف ان انا فقت كده؟ انا عادي ممكن اخسر ماتش جاي، ممكن اخرج من الكونفدراليه بعد يومين عادي. فملهاش لازمه بس.